السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده بقى جايلكم بيوم جديد وفيديو جديد. اعملي لايك للفيديو، ولو انت مش مشتركة معايا في القناة اشتركي معايا عشان يوصلك كل جديد انا بنزله. اللايك بتاعك والاشتراك بتاعك دعم ليا، فيا ريت ما تستخسرهوش فيا، واعملي لي لايك واشتركي معايا في القناة. النهارده بقى جايلكوا بوصفة جديدة، انا بسميها اكلة الملوك بصراحة، لان هي حلوة جدا. مش عارفة الناس، يعني في ناس بتحبها وفي ناس ما بتحبهاش. مش فاهمة الناس اللي ما بتحبهاش ليه بجد والله. انا جبت صينية حطيت فيها حبة زيت، فيها 3 بصلات وسط كده. بص، ممكن بصلتين كبار، انا عارفة ان البصل غالي معلش، بس هي اساسها البصل اسفة البصل الكتير. فانتي كل ما كتري لها بصل كل ما بتكون حلوه. انا عملت 3 بصلات حجمهم متوسط. ادوني الكميه اللي شايفاها دي لان انا هعمل 2 كيلو. فحطيت شويه الزيت على النار سخنوا، وبعدين نزلت عليهم بكميه البصل متقطعه عندي مكعبات، مش صغيره بس يعني حجمها كويس. تمام. حطيت بقى البصل متقطع مكعبات كبيره اسفه، وبدأت بقى اقلب فيها لحد ما تدبل معايا، مش تاخد لون، تدبل معايا يعني لون دهب خفيف كده. حطيت عليها برضو حبة فلفل وحبة ملح لزوم التتبيلة وتخلي الريحة حلوة، وتخلي لي البصل بتاعي يدبل بسرعة. فهمتوا قصدي؟ نرجع بقى للأكلة بتاعتنا النهاردة. بقول لكم مش عارفة ليه الناس بتكرهها. طب انتوا بتاكلوا، وانا هعمل نوع من انواع الاسماك. انتوا بتاكلوا سمك التعابين، انا واحدة من الناس اعرف اكل السمك التعابين ده من شكله، معرفش ليه. فيمكن طعمه حلو بس انا ما احبهوش ما افضلهوش، فهي اختلاف اذواق بس. لكن لو جربتي الوصفه بتاعت النهارده دي والله لا تدمنيها. تحفه جدا والله، ومش حرام لان الناس بتقول حرام، هي مش حرام والله، ده هي جميله ونضيفه طالما من مكان موثوق منه. جبت بقى البصله بتاعتي، هي خدت لون خفيف اهيت. فببدأ بقى ايه، هقلبها يعني عشان كلها تبقى لون واحد. وهنزل عليها الطماطم بتاعتي مش مصفياها، انا ضاربه طماطم في الخلاط فمش هصفيها لان انا عاوزه التسبيكه بتاعتي زي تسبيكه المحشي كده، مش عاوزاها تقيله. تمام. اهو هقلب بقى، وهحط التوابل بتاعتي ملح وفلفل وكمون وشويه كزبره. لا مفيش فلفل، السمك ما بحبش الفلفل، ده هو ملح وكمون. انا بفتكر معاكم التوابل اللي انا حطيتها عشان ما تتلخبطوش. ملح وكمون وشويه كزبره ناشفين وحبه سكر عشان تعادلوا الحموضه. انا عملت ايه من الاول؟ جبت صينيه حطيتها على النار، حطيت فيها حبه زيت حلوين مش كتار قوي، ونزلت عليهم بشويه بصل متقطعين مكعبات كبار مش حجم صغير. وعليهم بعد ما اصفر البصل بتاعي اصفر شويه كده، نزلت عليه بالطماطم اللي انا ضرباها في الخلاط ما صفطهاش، وقلبتهم تقليبه. وبعدين نزلت عليهم بالبهارات ملح وكمون وكزبره ناشفه وشويه وشويه سكر عشان يعدوا الحموضه. تمام. زي ما انتم شايفين كده حطيت ملح تاني اهو، ملح وكمون كزبره ناشفه شويه سكر. تمام كده. هقلبهم بقى مع بعض واخليهم يتسبكوا، مش يتسبكوا تنشف، لا يتسبكوا لسه فيها ميه بس ايه، الميه بتاعتها تخف شويه، ميه التسبيكه تخف شويه زي ما انتم شايفين كده. انا اهو ما سرعتش الفيديو. في ناس قالت لي ما تسرعيش التصوير بتاعك، خلي التصوير بتاعك على البطيء. انا ما سرعتوش عشان خاطر الناس اللي طلبت مني ده يعني. تمام كده. ماشي مع بعض واحده اهو، واحده واحده، والطبخه بتاعتي سهله والله وبسيطه وما فيهاش اي تعقيدات. حطيت الصينيه على النار، حطيت فيها حبه زيت. ما تكتريش الزيت لان الزيت بعد ما تحمري فيه سمك بترمي، فانت خساره. ما تكتريش الزيت بتاعك في الطاسه، خليه حبه صغيرين يا دوب يتحمري بيهم شويه السمك، وبعد كده ترميهم يعني. انا بصوا بقى اي نوع سمك اعمليه بالطريقه دي، مش شرط السمك اللي انا هعمله النهارده. اي نوع عندك، بلطي، شخوره، روسي، بلاميطه، رنج، اي نوع سمك عندك، سردين، اعمليه بنفس الطريقه والله طعمه تحفه جدا. بس هسيب الزيت بتاعي يسخن. انا هعمل نوع السمك اللي انت هتعمليه بقى يا ست، اللي انت محيرانه وعماله تقولي في قصايد من الصبح ده ايه. انا هعمل سمك القراميط. طبعا في اللي عارفه في اللي ما يعرفهوش، في اللي استغرب الاكله وفي اللي بيعشقها زيي. الاكله بتاعت النهارده العشاق القراميط، عاملاها بطريقه سهله وحلوه جدا وما فيهاش اي افتكاسه والله. معايا شويه دقيق حطيت عليهم حبه ملح وحبه كمون عشان اتبل بيهم السمك، لان انا مش حاشيه السمك بتاعي. بتكلم في كلمه سمك عشان هي للعموم،
مش شرط القراميط اللي انا عامله بيها. تمام. بنقلب بقى كله كويس مع بعض، ملح وشويه كمون. مش ضروري تحط نشا لان انت مش هتسيبها متحمره، ده انت هتحطها في الصلصه فطبيعي ان هي هتطرى. خلاص الزيت بتاعي كويس اهوت. هجيب بقى ايه، الاول هشوف الصلصه بتاعتي لقيتها اتسبكت اهي الحمد لله. وهوريكي برضو اهي فيها ميه شويه صغيرين اهي بس ما سبكتش نشفت. تعرفيها امتى نشفت؟ لما تلاقي الايدام بتاعها اتنطر على الوش، هو الايدام هنا ما اتنطرش على الوش ولا حاجه. فكده تمام، التسبيكه بتاعتي زي الفل اهيت. وخلاص كده هطفي عليها بقى لحد اما احضر بقيه الايه. لما احمر السمك اهو شايفين فيها ميه لسه. بس انا بحاول والله قدر الامكان اوصل لكم المعلومه، يا رب تكون واصله لكم سهله. جبت بقى القراميط اللي عندي، قطعتها ونضفتها كويس بملح ودقيق. وحطيت عليها ليمون وبدات بقى الفها في اصفيها والفها في الدقيق واحطها في الزيت. انا مرضتش اجيب معاكم موضوع التنظيف والليله ديت عشان خاطر الناس اللي بتقرف. بس لو عايزين اعمل لكم فيديو تاني وانا بنضفها وازاي بمسكها وازاي بذبحها، انا بعرف على فكره، ممكن اوريكم. اهو باجيب بقى وبحط في الزيت عندي، اعمل في الدقيق وانطر واحط في الزيت. والله اللحمه بتاعته هتشوفوها دلوقتي لما تستوي بيضه جدا 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 ونظيفه جدا جدا جدا. وطعمها مسكر وطريه بطريقه مش طبيعيه يعني. اهو هوريكي بقى شكلها ونضيف ازاي. بصوا اللحمه عامله زي اللحمه الحمراء والله، زي لحمه اللي هي اسمها ايه، اللي هو البقره والحاجات دي، لحمه مشفيه زي اللحمه المشفيه. جميلة جدا. ولما بتشوفوا لونها محمر اهو، لما تستوي هيكون لونها ابيض. هتشوفوه برضو في الاخر، انا مش بكدب، هتشوفوه برضو في الاخر. اهو هاخد من الدقيق واحط في الزيت لحد بقى ما اكمل الطاسة عندي. انا بحطه في النار في الزيت مش عشان يتحمر، عشان يتشمع ياخد لون خفيف كده ويتشمع معايا. وبعد كده هيكمل السوا بتاعه في التخديعه اللي انا عاملاها له، التسبيكه اللي انا عاملاها له دي. بص اللي خدت لون بقلبها على كل جنب، بقلبه لحد ما تشمع كلها تاخد لون خفيف. وبعد كده اطلعها احطها فين؟ احطها في التسبيكه اللي انا عاملاها. شايفين كده لونها هي كلها خدت لون. همسكها بقى اطلعها واحطها فين؟ احطها في التسبيكه اللي انا عملتها. حطيتها بقى في التسبيكه اللي انا هعملها، حطيت بقى على الناحيه اهي. هقلبها برضو على الناحيه التانية بحيث كلها تبقى معمول عليها ايه، التسبيكه من اللي انا عاملاها دي. وهجيب حبه ميه وهزود بيها التسبيكه بتاعتي عشان التسبيكه بتاعتي ما تنشفش مني في الفرن، ان انا هعملها في الفرن البلدي. فبعد ما قلبتها اهوت، اسفه معلش بقطع الكلام بس بقى عشان اقول لكم برضو. قلبتها كده في التسبيكه، هدخلها ممكن تسويها على البوتاجاز وتدخلها تحت الشوايه تاخد لون، او ممكن تعملها زي تاخدها من قصيرة وتدخلها الفرن. انا بص شايفين اللون هيتكلم عن نفسه، ده انا سويته في الفرن البلدي اللي هو الفرن اللي معمول بالطين ده. شايفين اللون عامل ازاي ولا ريحته بقى؟ والله تحفه تحفه تحفه. انا عاملاه في الفرن الطينه، انا زي ما قلت لك ممكن تسويه في فرن البوتاجاز، ممكن تحطيه على البوتاجاز يستوي من فوق وبعد كده تدخليه تحت الشوايه. انت وراحتك. شايفين لونها حلو ازاي؟ اه لو الكاميرا بتاعتي خدماني ومبينه التفاصيل خطيره بجد خطيره، طعمها تحفه. ممكن زي ما قلتلك تعملي باي نوع تسبيك، اي نوع سمك اسف. عملنا جنبه بقى الرز المعمر الخطير ده، خطير برضو في الفرن الطينه بتاعنا اللي هو الفرن البلدي للناس اللي ما تعرفوش. وهنعمل جنبه شويه سلطه او ممكن ما نعملش كمان حبه مخلل. وتبقى كده 100 فل وقشطة وبألف هنا يا رب للي أكل حاجة. يا رب لو وصلتوا لحد هنا من الفيديو تكونوا استمتعتوا، ولو الفيديو أفادكم اعملي لايك للفيديو واشتركي معايا في القناة لو انت لسه ما اشتركتيش. شايفين اللون اهو، وريت لكم اللون اهو، وريت لكم اللون الأبيض اهو. شايفين اللون أبيض ازاي؟ شايفين والله طري جدا. يا رب يكون اللون واضح، انا بس عشان انا كنت ماسكة بإيده بصور، عارفين لو كده كان زمان وريتها لكم أوضح. بألف هنا للي كان.